السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا بيكم على مطبخ سيد أفندي المفلس دائما والمسكين. النهاردة هنعمل فاهيتا الدجاج زي ما انتم شايفين. نص كيلو صدور فراخ متقطعة قطع صغيرة منقوعة في الليمون والخل. معانا معلقتين خل، معانا الملح بتاعنا، معانا جزرتين مبشورين زي ما انتم شايفين، معانا حباية طماطم معصورة، معانا بصلاية متقطعة قطع شرايح، معانا بصلاية متقطعة قطع صغيرة، معانا ال11 بهارات بتوع كنوز وال7 بهارات بتوع كنوز، ومعانا 3 حبايات مرقة دجاج، ومعانا معلقة توم زي ما انتم شايفين اهي. تمام. ومعانا حبايتين طماطم متقطعين قطع صغيرة حوالي ربع كيلو، ومعانا ربع كيلو فلفل متقطع شرايح. يلا بينا نشوف هنعمل ايه، وكل سنة وانتم طيبين. ورجعنا لكم بعد ما حطينا الطاسة بتاعتنا على النار وفيها معلقتين زيت، وهننزل بالبصل المتقطع قطع صغيرة. تمام. ومع الثوم بتاعنا ونديهم تشويحة. هننزل بمرقة الدجاج مكعب واحد ونقلب، ونزلنا بعصير الطماطم ونقلب زي ما انتم شايفين، وننزل بال7 بهارات زي ما انتم شايفين، ونزلنا بالبصلة المتقطعة شرايح ونقلبها وسط الخليط، ونزلنا بالجزر المبشور، ونزلنا بالفلفل بتاعنا وخليناه ياخد تسوية بسيطة، ونقلب بالخل بتاعنا زي ما انتم شايفين عشان الحموضة، ونقلب لغاية ما يدبل، وننزله من على النار وننزل بالطماطم. ودينا ابتدينا ننزل الطماطم بتاعتنا اهي. ابعد عني يا كلب يا سفاح. واخيرا بعد ما الخليط بتاعنا نضج واستوى هننزله من على النار ونحطه في البولة بتاعتنا، وننزل بالفراخ بتاعتنا نديها تشويحة، ونحط الخليط كله وبالهنا والشفا. وبعد ما نزلنا الخليط بتاعنا حطينا الطاسة بتاعتنا ومعاها معلقتين زيت والفراخ بتاعتنا على النار ونديهم تشويحة، وزي ما انتم شايفين ابعد عني ربنا ينتقم منك، ده انا طفله غلبانه. هننزل بالخليط بتاعنا 11 بهارات بتوع كنوز. ابعد، انت بتشيل عليا بمدفع ده ولا بازوكا؟ وابتدينا نحط الخليط السابق عشان يتجانس مع الفراخ زي ما انتم شايفين، يا نهارك اسود. اوعى وهنسيبه على النار حوالي ربع ساعة ونرجع لكم تاني. وأخيرا إهداء خاص للأستاذ براء والآنسة مرام والآنسة رهف صلاح من متابعين القناة.